أن أتحدث إليكم وأن أنقل إليكم التحايا باسمي وباسم الوفد المرافق الرسمي والشعبي والحزبي إلى أصدقائنا في هذه المنظمة الدولية الكبيرة. وأود أن أستعرض معكم جملة من الفعاليات. أولا، أنا أشكر هذه المنظمة على تصويتها لأن تكون اليمن عضوا مراقبا في هذه المنظمة، فأسجل باسمي وباسم الشعب اليمني جزيل الشكر لكم جميعا. كما هو المعروف، وبعد نهاية الحرب الباردة لقد استطاع الشعب اليمني أن يستعيد وحدته بالطرق السلمية بين شطري اليمن آنذاك في 22 من مايو عام 1990. وتم الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية الذي أخذ بالتعددية الحزبية وحرية الرأي واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في الحياة السياسية. وقد أجرينا دورتين انتخابيتين برلمانيتين ودورة واحدة لانتخابات الرئاسة وبشكل مباشر، وهذا هو الأول من نوعه في المنطقة. ولقد حظيت اليمن بدعم كل أصدقائها وعلى وجه الخصوص الدول الديمقراطية، ونتمنى أن هذه الزيارة تمد جسور التواصل بيننا وبينكم كدول ديمقراطية. فنحن بحاجة إلى الدعم المعنوي، وذلك من أجل الديمومة واستمرارية هذا النهج. الأصدقاء الأعزاء، إن بلدنا تعاني من مشاكل جمة ألا وهو الفقر، ولكن استطاعت الحكومة وخلال الأعوام المنصرمة أن تعالج هذا الأمر، وحققنا نتائج إيجابية، وذلك من خلال الشروع في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري والهيكلي للدولة، وذلك من أجل بناء دولة حديثة متطورة تواكب متطورات العصر. الأصدقاء الأعزاء، إن زيارتنا لكم والتحدث معكم والتعريف بمكانة اليمن الذي يقع جنوب الجزيرة العربية، بلد قديم وتاريخي وذو حضارة قديمة تعود إلى 3000 سنة. لن تكون حضارة جديدة، ولكنها حضارة كبيرة، ونتمنى أن تتشابك مصالحنا مع مصالح كل الدول في القارة الأمريكية وفي كل دول العالم. وفي حالة تشابك هذه المصالح أنه يتحقق السلم في كل أرجاء المعمورة، وبدون تشابك المصالح تظل الأمور في وضع غير طبيعي. نحن ندعم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الرئيس بيل كلينتون، وذلك للسير حول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع إلى أن تحقق هذه المساعي نتائج إيجابية لما فيه مصلحة للسلم العالمي. ونحن ندعم بقوة هذا التوجه، وعلينا جميعا أن ندعم عملية السلام في الشرق الأوسط. إن بلدنا قد حققت نتائج إيجابية على المسار الديمقراطي والمسار التنموي، وعلى معالجة قضايا الحدود مع جيرانها، وذلك من خلال اللجوء للتحكيم عندما حدث احتلال جزيرة حنيش في البحر الأحمر من قبل إريتريا. ولن نكون قد لجأنا إلى القوة أو استخدام القوة، ولكن أخذنا بالخيار السلمي ولجأنا إلى التحكيم،
وعالجنا مشكلة الحدود مع جارتنا سلطنة عمان بطرق ودية، ونحن الآن بصدد معالجة قضايا الحدود مع الجارة السعودية بشكل ودي وأخوي. الأصدقاء الأعزاء، أكرر الشكر لكم، وأكرر الشكر لمساعد السكرتير العام ورئيس المجلس الدائم للقارة الأفريقية على الترحيب الحار وما لقيناه من استقبال جيد في منظمتكم. أكرر الشكر لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألقى كريستوفر توماس مساعد الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية كلمة رحب فيها بالأخ الرئيس، وقال إن هذه الزيارة تعتبر شهادة على رغبة اليمن في تقوية العلاقات الحميمة القائمة مع الدول الأعضاء التي تشارك اليمن في مشاكلها وطموحاتها. وأوضح أن دول المنظمة تعمل منذ سنوات لدعم وتقوية الديمقراطية في بلدانها، ونتيجة لتلك الجهود فهي تنعم اليوم وتتمتع بالعيش في نظم ديمقراطية، مؤكدا بأن الديمقراطية ما هي إلا ميكانيكية للوصول إلى السلام والرخاء في المنطقة. وقال أمين عام المنظمة: يجب أن نستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان والسعي إلى تحويل التعاون الثنائي إلى شراكة روحية جديدة، حيث ركزنا على خلق فرص العمل وتوسيع نطاق التعليم والتنمية المستمرة للنظام والقانون ومكافحة الفساد والإرهاب والمخدرات وتأمين الدول الصغيرة. وأشار إلى أنه منذ وحدة اليمن العام 90 والعالم يتابع بلدكم ويعالج المشاكل التي تأتي مع الإصلاح السياسي والاقتصادي. ويواصل: وتابعنا جهودكم وهي تثمر، وراقبنا كيف استطعتم خفض التضخم في فترة قصيرة، وكيف تمكنتم من عمل برنامج تنموي متكامل، وقويتم علاقاتكم بالجيران واحتفظتم. وصل الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية عند الساعة 8 من مساء أمس بسلامة الله وحفظه إلى مدينة نيويورك في مستهل زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية تستمر عدة أيام. كان في استقبال الأخ رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار نيويورك عدد من كبار المسؤولين، ويرافق الأخ رئيس الجمهورية في هذه الزيارة الوفد الرسمي الذي يضم عددا من الإخوة الوزراء وكبار المسؤولين ومجموعة من قادة أحزاب المعارضة. وقد صدر تصريح رسمي عن الأخ رئيس الجمهورية حول زيارته للولايات المتحدة جاءت: يسعدني أن أقوم بهذه الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والالتقاء بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتهم فخامة الرئيس بيل كلينتون، وذلك للتباحث حول كل ما يهم العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة القائمة بين بلدين صديقين، والذي نشعر بالارتياح للتنامي المستمر الذي تشهده العلاقات بينهما في كافة المجالات. ونحن نثق بأن هذه الزيارة سوف تسهم في تعزيز وتوطيد تلك العلاقات وتوسيع آفاق التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين اليمني والأمريكي. وما من شك فإن الزيارة سوف تتيح لنا الفرصة للالتقاء بعدد من المستثمرين وبرجال الأعمال الأمريكيين، حيث سنجدد الدعوة لهم للمجيء للاستثمار في بلادنا، خاصة وأن هناك تجارب ناجحة ونتائج مفيدة ومثمرة تم إحرازها في هذا المجال، وهناك المزيد من الفرص المشجعة والمجالات التي يمكن الاستثمار فيها في اليمن، سواء في مجال النفط والغاز والمعادن أو الطاقة أو الصناعات أو السياحة والمنطقة الحرة بعدن وغيرها من المجالات. كما أننا سوف نبحث مع فخامة الرئيس بيل كلينتون والمسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس كافة القضايا والمستجدات الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات مسيرة السلام في المنطقة، حيث أننا في الجمهورية اليمنية نؤكد مجددا دعمنا للدور الأمريكي النشط، وبخاصة ما يقوم به حاليا الرئيس بيل كلينتون بجهود دؤوبة مع كافة الأطراف من أجل إحراز تقدم جوهري وإيجابي على كافة المسارات، وبما يكفل إقامة السلام في المنطقة، والذي من الأهمية بمكان أن يكون سلاما عادلا لكل الأطراف حتى يكون شاملا ودائما تتعايش في ظله شعوب المنطقة بأمان وسلام، وتوجه طاقاتها وإمكانياتها نحو البناء والتنمية. فالأمن والسلام عمليتان متلازمتان ومترابطتان في بعضهما